طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إجراء عمليات القلب للأطفال في مستشفى أوروتا. إدخال خدمات المواصلات والكهرباء في عدن باي وعد قدلة. أنشطة نفير في تروعة مشروع تسني علي قدر الزراعي. عشرون مسلحا يسيطرون على سفينة بضائع قبالة الصومال. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على دعم أوكران بمساعدات عسكرية. الصين تتهم واشنطن باتباع منطق قطاع الطرق. من العناوين إلى التفاصيل. أجرى فريق من 29 طبيبا من جامعة بادوف بإيطاليا عمليات قلب مفتوحة بالتعاون مع الأطباء الإريتريين ل 12 طفلا في مستشفى أوروتا الوطني المرجعي. وأوضح مدير مستشفى أوروتا الوطني المرجعي السيد تولي يوهانس أن العمليات الناجحة للأطفال القادمين من جميع الأقاليم جريت في الفترة من 10 وحتى 14 من مارس، مشيرا إلى أن العمليات الجراحية في القلب تستمر حتى يوم السبت 16 من مارس، وسيخضع 20 طفلا لعمليات قلب مفتوحة خلال البرنامج. وقال البروفيسور جوفاني ستيليني الذي قاد فريق الأطباء من جامعة بودوفي أنهم قدموا إلى إريتريا للمرة 20 كفريق وأجروا بنجاح جراحة القلب على 150 طفلا. وذكر عضو فريق الأطباء من الإريتريين المقيمين في إيطاليا السيد آلم دوموز وسيلفيو ليويني أنهم سيعملان أيضا على توفير الأدوية لإنجاح البرنامج إلى جانب تنظيم المهنيين الصحيين. من جانبهم أشار أولياء الأمور الذين خضع أطفالهم لعمليات جراحية في القلب إلى خطورة المرض، داعين الآباء الذين يلاحظون مشاكل مماثلة لدى أطفالهم بضرورة طلب الرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن. وكان فريق أطباء ألمان قد أجرى عمليات جراحية عامة ل 85 طفلا في الفترة من 26 من فبراير إلى 8 من مارس. تم إدخال خدمات مواصلات حارات والكهرباء في قرية عدن باي على بعد 15 كيلومتر من مدينة دباروا. وأوضح مدير المديرية سيد فراوانجيل تخلاي منوط في المناسبة أن الجهود الجارية لإرسال الخدمات الاجتماعية مكنت من ربط القرى بالطرق وإدخال خدمات الكهرباء في 50% من المديرية. وقدمت الشهادات التقديرية للمساهمين في إرسال الخدمات، كما تم إدخال خدمات الكهرباء في عد قدلة في مديرية دكم حري. وقال مسؤول مادة خطوط الكهرباء في شركة الكهرباء الإريترية السيد المهندس هينوك أميني في مراسم التدشين أن المشروع انطلق بمبادرة سكان بصرف حوالي 4 مليون نقفة، وتم توزيع 156 عدادا كهربائيا حاليا. وذكر مدير مديرية دكم حري السيد يمان أبرا على أن سكان عد قدلة الاستفادة جيدة من خدمات الكهرباء التي حصلوا عليها. وشهد المدير التنفيذي في إدارة مديرية دكم حري السيد قرماء السيت ومدير ضاحية حرينا قدلة السيد سهل إساق المبادرة التي تعتبر مثالا للقرى الأخرى. توعد عد قدلة مسافة حوالي 18 كيلومترا من دكم حري. يقوم سكان ضاحية علي قدر في مديرية تسني بنفير في ترعة مشروع تسني علي قدر الزراعي، يشمل العمل الذي بدأ في منتصف شهر فبراير إزالة الطمي من الترعة بمشاركة الشعب والطلاب وأعضاء الجيش الشعبي. وذكرت مساعدة مدير الضاحية السيدة أخبرت يوسف أن عدم إصلاح ترعة علي قدر لفترة طويلة أثرت سلبا على الإنتاج الزراعي، داعية لتقديم الدعم الآلي لعمل أكثر فعالية. وأكد المشاركون في النفير على العمل بقوة لإنجاحه قبل موسم الخريف. أفاد سكان ضاحية جناق في مديرية حقات نمو القطاع النباتي نتيجة جهود الحد من قطع الأشجار.
وذكر مدير الضاحية السيد حامد محمود عودة الاخضرار إلى الضاحية لمنع اقتلاع الجائر للأشجار في السنوات الماضية، داعيا الشعب للحراسة الجادة. وأوضح قادة الجيش الشعبي أن الأشجار المعمرة التي تعود لأكثر من 100 عام قد تم حمايتها، مشيدين بوعي السكان. وناشد لمواصلة أنشطة النفير الشعبية لحماية التربة وحفظ المياه التي تساهم في الاستقرار البيئي. كرمت مدينة عدقيح 22 طالبا في مدرسة كدبعور الابتدائية والمتوسطة حققوا نقاط عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2022-2023. وقال مدير المدرسة الأستاذ لؤي المحاريب في المناسبة التي نظمتها لجنة الآباء والمعلمين يوم 10 من مارس إن الهدف تشجيع الطلاب المتفوقين وخلق روح المنافسة لدى الطلاب الآخرين. ودعا مسؤول التربية الأستاذ مبروح توم تصفهم على مواصلة مثل هذا التشجيع لدوره الكبير في رفع كفاءة الطلاب وجودة العملية التعليمية. وذكر الطلاب المتفوقين بأن النتائج التي حققوها هي نتاج جهود ودعم معلميهم وأولياء أمورهم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قالت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري أن 20 مسلحا اعتلوا سفينة بضائع قبالة الصومال وسيطروا عليها. وقالت إمبري أن السفينة هي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بنغلاديش، وكانت تبحر من موزمبيق إلى الإمارات. كما أن الواقعة كانت على بعد 600 ميل بحريا من شرق العاصمة الصومالية مقديشو. وجاء إخبار أيضا بشأن واقعة اعتلاء السفينة من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي نصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور. ولم تحدد هي الأخرى ما إذا كان من اعتلوا السفينة من القراصنة الصوماليين. توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تم التوصل إليه بصعوبة وبعد أسابيع من الخلافات لتعزيز وتجديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وسيوفر الاتفاق الذي صوت عليه سفراء الاتحاد الأوروبي 27 في بروكسل 5 مليارات يورو إضافية إلى صندوق لتمويل شراء أسلحة لأوكرانيا، والمبلغ سيأتي بالإضافة إلى 6.1 مليار يورو تم الالتزام بها منذ أوائل العام 2022. ولكن في العام 2023 بدأ صندوق الطوارئ الأوروبي يفقد قوته مع استنفاذ المخزون تدريجيا وتحول الحكومات إلى التبرعات الثنائية لأوكرانيا بدلا من التبرعات الجماعية. وزادت الظروف من الضغوط على السفراء للخروج من المأزق بعد عدة محاولات فاشلة. قاد تبني مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يطالب تيك توك بقطع علاقتها مع شركة الصين المالكة. وأعلنت بكين باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد، بينما أكد رئيس المنصة شو زي شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعيا مستخدميه البالغ عددهم 170 مليون في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. وغلط التصويت الأمريكي وعدت الصين بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركتها في الخارج، واتهمت واشنطن باتباع منطق قطاع الطرق. وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم. وأكد أن تبني مشروع القانون يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية. انتشلت فرق البحث جثث من تحت أنقاض منجم ذهب أسترالي انهار بعد أن أدت عمليات إنقاذ كبيرة في وقت سابق إلى إخراج 29 عاملا كانوا محاصرين تحت الأرض.
وكان الطاقم مكون من 30 عاملا يعملون في أعماق منجم الذهب القريب من مدينة بلارت في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق أستراليا عندما انهار. وقالت الشرطة في بيان إن أحد العاملين الذين دمرتهم الصخور نقل إلى المستشفى جوا في حالة خطيرة. وطرح مسؤولون نقابيون تساؤلات حول سجل سلامة المنجم الذي كان قد انهار في العام 2007 عندما كان مملوكا لشركة أخرى. ويواجه المالك الحالي للموقع الآن تحقيقا كبيرا بشأن سلامة مكان العمل. تذكير بالعناوين مرة أخرى. إجراء عمليات القلب للأطفال في مستشفى أوروتا المرجعي. إدخال خدمات المواصلات والكهرباء في عد نهباي وعد قتلة. أنشطة نفير في ترعة مشروع تسنية علي قدر الزراعي. عشرين مسلحا يسيطرون على سفينة بضائع قبالة الصومال. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية. الصين تتهم واشنطن باتباع منطق قطاع الطرق. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء. ሕግጋዝን